تشرب سجاير ولبسها ضيق، بس الصراحة ملهاش في الوساخة خالص. يعني تقريبا مفيش راجل لمسها. ازيكم؟ انا متجوز من 3 سنين وعندي طفلين. من 4 شهور كده في واحدة دخلت حياتي وانا حبيتها جدا. حبيتها لدرجة ان انا فعلا كل يوم يوميا بكلمها. البنت دي عاداتها مش زينا للأسف، يعني هي اوبن مايند، بتعمل كل اللي هي عايزاه، بتشرب سجاير ولبسها ضيق، بس الصراحة ملهاش في الوساخة خالص. يعني تقريبا مفيش راجل لمسها، ولكن هي قادرة تحافظ على نفسها جدا وانا اتأكدت من ده. والصراحة مش عارف المفروض ان انا اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، لان انا الصراحة اتعلقت بيها جامد جدا، لدرجة ان انا حرفيا ما بقتش اعرف انام غير لما بكلم. بس هي الحاجة الوحيدة اللي مقلقاني ان هي مش زينا خالص، يعني مش شبهنا، قصة بقى اللبس وقصة السجاير وقصة الخروج والدخول. بس صراحة الحاجات دي انا مش شايفها ان هي ممكن تأثر معايا. انا حبيت ان انا ابعت لك على لينك الصراحة ده عشان حضرتك تقول لي اتصرف ازاي، والناس اللي عندك تساعدني. بحبها جدا، بحبها لدرجة ان انا قصة الاوبن مايند دي مش فارقة معايا ان هي تلبس ضيق او تشرب سجاير، او حتى ما فيش اي حد ان هو يقدر يلمسها، لانها هي بتخرج وبتروح زي ما هي عايزة. فانا حبيت ان انا اعرف من حضرتك ايه المفروض اعمل ايه. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، انا مش هقولك انت تاخدها او ما تاخدهاش، ولكن انت قلت كلمة مهمة جدا. انت قلت هي مش شبهنا. فطبيعي جدا ان انت لو متخيل او جه في عقليتك ان انت هتقدر تغير واحدة ده اسلوب حياتها، فانت تبقى غلطان. غلطان لان هي مش شبهكم ولا هتبقى شبهكم. فالشخصيات اللي زي كده دي ممكن يكون في حاجات انت ما تعرفش عنها حاجة، وده طبيعي ان اي انسان انت ما تعرفوش بتكتشف في حاجات بعد الجواز. فطبعا موضوع ان انت تتجوز او ما تتجوز ده موضوع يرجع لك انت، ولكن النقطة الاهم انا شايف ان انت تهتم بولادك ومراتك، لان في الاول في الاخر انت ممكن تلاقي دي نزوة ورجعت لمراتك، فمراتك ليها حق عليك. فالانسب والاحسن ليك ان انت تحافظ على اولادك. واكيد الناس طبعا هتقول لك رايها في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنت بتاعت الناس.